السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خواتي خواتاتي، انا اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيك اللي كيجي زوين وعزيز على الدراري، ديال الشوكولات اللي فيه لي فلو وفيه بسكوي. ونمشيو لطريقه التحضير والمقادير. عندي 3 البيضات، عندي بسكوي 2 باكيات بهذا الشكل هذا، وواحد الباكيه ديال هذا الكحل كلشي كيعرفوا. عندي واحد الساشيه ديال الفلو ديال الشوكولات، عندي 2 ساشيات ديال الكاكاو و2 خمارات وواحد لاباني. عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده والدقيق غادي نوريكم شحال خدات ليا، وعندي نص كاس ديال الماء. نمشيو للطريقه. في الخلاط الكهربائي كندير البيض، كنزيد الحليب، السكر والزيت وبسكوي. من بعد كنزيد ليه داك الماء ولاباني والفلو والكاكاو، وغادي نرجعو يطحن حتى هو باش يتخلط. من بعد كنخوي بشي حاجه بحال هكا وكندير ليه الدقيق كندير شويه بشويه. انا غادي نقول لكم شحال خدات ليا ديال الدقيق. كندير الخميره وكنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى يتجمع ليا الخليط ديالي. انا راه بالنسبه للدقيق راه خدات ليا تقريبا 3 د الكيسان، ها شويه اللي جات ليا من داك الثالث. وكناخذ المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق والكويغطات اللي بغا يديروا في الكويغطات. كنخوي الخليط، انا درت شويه هكا شويه هكا، الدراري حس عزيز عليهم هذوك اللي في الكويغطات. وكندخلو الفران وكنشعل غير لتحت ونديرو على 150. وها هو الكيك ديالي بعد ما خرجته من الفران كيجي بهذا الشكل هذا، راه كيجي زوين وكيجي هشيش. كنتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم، وتدعمونا بلي لايك ديالكم. وشكرا على المتابعه ديالكم، وكنشكر جميع المتتبعين ديالي والناس اللي دخلوا عندي جداد، كنقول لهم مرحبا بكم في القناه ديالي. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. خليتكم على خير، الى اللقاء.